إن الله تبارك وتعالى حي قيوم يقبل العمل، عملته بالليل، عملته بالنهار، عملته في رمضان، عملته في شوال. ماذا بعد رمضان؟ إذن فالله عز وجل يعاملنا بالفضل. فما الذي غرك به وجعلك تدبر عنه بعد رمضان؟ لا يحصي عليك بعد رمضان، أو يغفل عنك فلا يراك بعد رمضان. لماذا نعامل الله عز وجل هذه المعاملة؟ ولماذا لا نقبل عليه دائما في كل يوم وفي كل شهر بعد رمضان؟ هذا عقوق لله عز وجل، وإن الكريم لا يجب عليك أن تعقه، هذا لؤم، عقوق الكريم لؤم. ماذا بعد رمضان؟ ويوشك الله تبارك وتعالى أن يعاقب الذي حلم عليه كثيرا فلم يرجع. تنبيه. فيا أيها العاصي المدبر عن ربك تبارك وتعالى، إنك لا تساوي شيئا إذا انحرفت عن دربه. ماذا بعد رمضان؟ لماذا يفتر الناس بعد رمضان؟ لماذا يقبلون على الله في رمضان ثم يفترون بعد ذلك؟ إذا كان المسألة جد في العبادة فلقد رأيناهم يجدون، إذن بإمكانهم أن يجدوا في غير رمضان، إذ لو كانوا عجزة لما أتوا بهذا الجد في رمضان. إيه معنى هذا الكلام؟ يضحكون على الله. أول ما يظن أنه أخذ ليلة القدر خلاص ينام. ليه هذا التفريغ؟ ليلة 27 المساجد ملآنة، ليلة 28 فرغت المساجد. لماذا نعامل الله عز وجل هذه المعاملة؟ ولماذا لا نقبل عليه دائما في كل يوم وفي كل شهر؟ ينبغي أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى في أنفسنا وأولادنا. شهر رمضان شهر طاعات نعم، ولكن الله تبارك وتعالى يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة الناس. علاج هذا الإدبار أن تحب ربك. محبة الرحمن تبارك وتعالى هي التي تسهل عليك العبادة، فلا ترى فيها تكليفا ولا مشقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد.